ازيكم يا حلوين؟ زهقنا بقى من اللحمه المسلوقه واللحمه اللي بتتعمل في الخضار. طب ما تيجوا النهارده نعمل مع بعض اللحمه كباب حله. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه هنجيب طاسه هنحط فيها معلقه كبيره من السمنه، وهكون مجهزه عندي اللحمه مقطعاها مكعبات صغيره. زي ما انتم شايفين كيلو من اللحمه. انتي هاتي القطعيه اللي انتي حباها، انا جايبه هنا قطعيه اللي هي السن فيها دهون. هعلي بقى النار خالص على الطاسه، وهبتدي ان انا انزل باللحمه زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى عليت النار؟ عشان اللحمه تاخد صدمه معايا، وكمان اللحمه انا مش عايزه ان هي تنزل الميه اللي فيها او العصاره اللي فيها، عشان لما نيجي ناكلها نلاقيها طريه. فهنزلها بقى كده واسيبها خالص لحد ما تاخد لون بني زي ما انتم شايفين. ما حركتهاش زي ما قلت لكم عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. وهبتدي بقى ان انا اقلبها عشان تاخد اللون من كل الجهات. وهبقى مجهزه معايا بصلتين كبار مقطعهم شرايح زي ما انتم شايفين كده، او جوليان. وهبتدي ان انا انزل بنص البصل. طب النص التاني ايه هتوديه فين؟ هقول لكم بعدين، بس كملوا معايا الوصفه. هنزل كده بنص البصل زي ما انتم شايفين. على برضو خلينا زي ما احنا عارفين ان احنا هنفضل سايبين النار عاليه لحد دلوقتي، خليكم معايا. فهننزل كده نص البصل وهنبتدي ان احنا نشوحه ونكرمله كده مع اللحمه. وعايزه اقول لكم اللحمه دي من اكتر انواع اللحمه اللي انا بحبها، اللي هي كباب حله. احلى بالنسبه لي من المسلوقه والخضار كمان، لان فعلا طعمها بيكون حلو جدا والصوص اللي فيها بيكون روعه. اوكي، فهنقلب كده بالشكل ده. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنروح جايبين البهارات بتاعتنا، بهاراتها بسيطة جدا ولكن حلوة جدا. هننزل بشوية من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة كده. المعلقة اللي انا بحط دي بيها يا جماعة هي معلقة البهارات صغيرة جدا. وكمان هننزل بحوالي نص معلقة برضو صغيرة من السبع بهارات او بهارات اللحمة اللي موجود عندك. انا هنا موجود عندي السبع بهارات، فنزلت بنص معلقه صغيره من السبع بهارات. وكمان هنزل بحوالي 4 ورقات كده من ورق الغار او ورق اللورة زي ما انتم ما بتقولوها. وهبتدي اقلب كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم الوقت ده كان الريحه فيها صراحه رهيبه، يعني ريحه حلوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده البصل خد لون معايا، فده المطلوب اثباته. طيب يا ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي بقى ان احنا نجيب ميه مغليه. انا مش عايزه ميه من الفلتر، انا عايزه ميه مغليه يا جماعه. وهبتدي ان انا انزل بحوالي نص كوبايه من الميه المغليه، ما تزوديش عن كده عشان انا مش عايزه اسلق اللحمه. انا عايزه اللحمه بتاعتي تكون كباب حله. اوكي، فهبتدي ان انا اقلب كده بالشكل ده، وهوطي النار بقى خالص وهغطيها واسيبها على نار هاديه. اول ما الميه دي تتشرب معايا واللحمه بتاعتي تبتدي ان هي تنشف. بس خلي بالك اللحمه دي مش عايزه ان انت تعمليها وتقعدي، لا لازم تاخدي بالك منها دايما عشان ما تتحرقش معاكي. فاول ما الميه اللي فيها تقل هنبتدي ان احنا نزود ميه تاني. اول بقى ما اللحمه تدخل في السوا زي ما انتم شايفين كده، نزلت بقى بنص البصل التاني. طب انت عملتي ليه كده يا ايه؟ عشان انا يا جماعه عايزه البصل معايا ما يتبلش كله، واجي لما اكل اللحمه ما الاقيش فيها صوص ولا ما الاقيش فيها بصل، يكون ظاهر شويه معايا. فنزلت بالنص التاني من البصل ونزلت بقى بالميه لحد ما اللحمه كده استوت معايا خلاص. هنزل بقى برشه من الملح، ودي وصفتنا النهارده. وعايزه اقول لكم اللي ما جربش يعمل كباب الحله بالطريقه دي فعلا فايته كتير يا جماعه. كباب الحله فعلا من اكلات التحفه. عملت جنبها رز معمر، هينزل لكم الفيديو اللي جاي. تابعوا القناه واعملوا لايك للفيديو لو الوصفه دي عجبتكم، وطبقوها وقولوا لي في الكومنتات رايكم. وكمان اشتراك في القناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولايك وفولو لو بتشوفوني على الفيسبوك او التيك توك او الانستجرام. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.